السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ النهاردة أنا خلاص كده شطبت الأوضة كل محتاجاتها، تدفئة، إضاءة، زرع، حاجات خضرا يعني. طبعا اللي أنا دخت عليها عشان أجيبها بلاك لايت، دخت عندنا في اسكندرية بأمانة عشان أعرف أجيبها. جبتها وجبت لها الستاند بتاعها والسد الذباب هيتجن عليها، بس لما تكون عطشان ميت وتلاقي الزيت بيبس وبقالهم حوالي 4 أيام أو حاجة طالعين، فعشان كده هما عايزين يروحوا لها بسرعة. و... وطبعا لسه ساحب بيت من عندهم النهاردة الحمد لله يعني، البشرة يعني أول حاجة اليوم. طبعا لسه في يرقات لسه متحولتش، يرقات كتير لسه متحولتش. البص اللي بيتحول بيبقى الزرار بيطلع كده يقف شوية وبيبدأ يمشي شوية على رجله، وبعد كده بيبدأ يطير، يبدأ بقى يطلع. بس الحيطة دي كلها كانت مليانة، واللومة دي كان عندها بالهبل. أول ما دي جت كله اتلم في الأرض عليها، سبحان الله. طبعا هتلون جاذب هنا، هتلون هنا جاذب برضه، هتلون بياضات. والنهاردة سحبت كام بياضة كانوا حاطين فيها يعني، هفرجكوا عليها دلوقتي. معلش انا قفلت الفيديو وفتحت فيديو تاني عشان بس ايه اشغلكوا الفلاش. صلى على النبي، بسم الله ما شاء الله. لسه ده اول انتاج ليهم يعني. في منهم بيبيض هنا كمان، بيبيض ما بين الكرتونة والكرتونة، بس دي مفيهاش اهي. اهي بسم الله ما شاء الله، بيبيضوا ما بين الكرتونة والكرتونة كمان. اي حتة هيبيضوا فيها، حتة انت محددها لهم مش محددها لهم هيبيضوا فيها برضه. بس من غير ما نرفع اصلا اهو، دي ما بين الكرتونة والكرتونة برضه. وطبعا في الكرتونة فيها جوه الكرتون. بس انا هوريكم الناحية التانية. بسم الله ما شاء الله. وهنا اهو كده ايه دي التانية. طبعا في منهم بتبقى حاجات بسيطة، بس انا بقى حطيتهم عشان ايه، انا عايز الامر اليرقات كلها متساوية، مفيهاش اهو. هنا اهو طبعا في كراتين مفيهاش غير حتة أو حتتين بايظين فيها، بس أنا شايلهم يعني، أنا سحبتهم عشان عمر اليرقات يبقى متساوي كله. بسم الله ما شاء الله. ساعات بيبيضوا ما بين الأستك واحنا مبناخدش بالنا. هوريكم كلهم بقى عشان ايه، وخلاص فاضل واحدة. يا ريت اللي مشتركش في القناة يا جماعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ويعطينا رأيك في الفيديو لو عجبك، عشان يساعدنا ان احنا نرجع ريتش القناة زي الأول. اهو بسم الله ما شاء الله. اهو بس هو ده اللي طلع يعني، دي أول بشرة اليوم.
ومن غير من غير اللمبة. يعني انا اللمبة بصراحة لسه جايبها حالا لسه مركبها حالا، فاهمني؟ هو ممكن يشتغل من غير البلاك لايت بس على كلام الناس يعني اللي هو انت هتاخد انتاجية ضعيفة، مش هتاخد الانتاجية كلها. يعني انت المفروض تطلع 10 جرام مثلا، هتطلع 5 جرام 6 جرام كده. صورات بيتخانقوا عليها، متعرفش عايزين ياكلوها ولا عايزين يعملوا ايه. بصوا متلمين على ايه. انا متوقع ان انا في بيت ده نسيبوه بكره، ولو كانت الحلقات التانية اوريكم في يوم عشان انا لسه حاطه اصلا النهارده، فهم لو عايزين يبيدوا هيبيدوا كويس. مش دلوقتي يبيدوا في اي حته، اي حته انت عاملها لهم او مش عاملها لهم، اي حته. يعني هات لهم التفاح ده، ثواني اوريكم عشان الصوره كده وحشه. ثواني، هات لهم التفاح ده احنا نسينا نسحبه كمان. هنخش نسحبه ليه؟ والله نسيت اجيب. هي التفاحية دي بس، التفاحية دي بس فيها انتاج. ده من أول ما حطيتهم، وهي دي أول حاجة حطوا فيها انتاج، التفاح. هما بيحبوا التفاح أوي. صايم في سدادة طلعت من هنا، أنا مش عايز نفسها. بصوا من أول ما حطيت، أول ما حاطين البيت ده، يعني ده بالكتير أوي بكرة هتفقس عادي. انت ممكن تحط لهم جاذب من غير كراتين وكده، هيبيدوا فيه، مفيش أي مشكلة. حطينا معاهم اهو 3 أيام بالظبط أو 4 أيام، يعني 3 أيام في الجو الحر ده. أنا مش طايق نفسي بأمانة. أنا لو وريتكم نفسي بصوا بجيب عرق من كل حتة. بصوا التيشيرت والله ولا مية ولا حاجة، عرق، فاهمني؟ فهو الجو نور هنا فهي الأوضة مهيئة ليهم. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت تشترك في القناة لو انت مش مشترك. لو همك المحتوى بتاعنا ياريت تعمل لنا متابعة وتضغط على زر اللايك عشان يظهر لنا سلام جديد. كان معاك سمير أحمد من اسكندرية. يلا سلام.